السلام عليكم. لقد توج نادي الرجاء الرياضي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العرش المغربي، وذلك بعد فوزه على الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد إضرار بأكادير، حيث تقدم ياسر بورزوق بالهدف الأول لصالح الرجاء في الدقيقة السادسة، ثم تعادل أمين زحزوح للجيش الملكي في الدقيقة 28، وسجل محمد بولاكسوس الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 79 لصالح الرجاء. وبهذا اللقب يعادل فريق الرجاء الرياضي نظيره الوداد من حيث ألقاب كأس العرش برصيد 9 ألقاب لكل منهما. ويذكر أن الجيش الملكي هو أكثر الأندية المغربية تتويجا ببطولة كأس العرش المغربي.